السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم أحمد محسن، ورجعنا اليوم بحلقة جديدة. إن شاء الله هاي المرة راح نتطرق للغات البرمجة. صح أنا أكرهها، بس هاي المرة نغير المحتوى شوية ونسوي بشكل. طبعا راح أشرح اليوم أو راح أبدأ هاي الكورس أو الدورة عن لغة PHP. راح نبدأ بها يعني خطوة خطوة، وأهم شي أعطيكم أساسيات ما أستعجل بيها، لأن أهم شي إنكم تفهمونها. راح أقسم الدورة عدة مقاطع حتى تفهمونها بإذن الله. وأهم شي مثل ما قلت لكم ما نستعجل بيها، هاي أهم خطوة. توكل على الله يلا. طبعا شباب، ما هي PHP وليش راح نتعلم؟ وشنو أهميته؟ طبعا PHP مأخوذة كانت سابقا تسمى Personal Home Page Tools أحيانا، أو بس Personal Home Page. حاليا يسمونها Hypertext Preprocessors. خليني أكتبها لكم Hypertext Preprocessor. طبعا أتفق صح أو خطأ، أنتم أعذرون إذا كيفكم وياي. طبعا شبابنا، وين تستخدم بشكل رئيسي تقريبا يعني تطوير مواقع تطبيقات الويب. ليش؟ لأن تعتبر يعني سيرفر سايد، أكثر شي تركز على السيرفر سايد. طبعا احنا عندنا كلاينت سايد وعندنا سيرفر سايد. طيب راح يجي شخص يقول أحمد، شنو الفرق بين السيرفر سايد والكلاينت سايد؟ تقدر تفهمنا؟ اوكي، راح افهمكم خطوة خطوة، ما عندي شي ان شاء الله وياكم أنا. شوفوا شباب، عندنا لغات السيرفر سايد يعني هواي، من ضمنها جافا سكريبت، عندك PHP، SQL، بايثون اعتقد كذلك. لا ما بايثون سابقا، بس ولكن انت تعتبر اعتقد لأنها مكاتب تتصل بقواعد البيانات على ما اتذكر. بعد وعندك الكلاينت سايد مثل لغات الترميز واللغات النصية والترميز والتنقيط على ما أتذكر، ال HTML وال CSS. طيب خلي أوضح لكم أكثر. موقع إلكتروني خلي أوريكم إياه حتى تفهمون الفرق. مثلا هسه عندنا فايل CR. شوفوا شباب، هاي تشوفونه كله عبارة عن كلاينت سايد. تمام، عندك فيو بيج. شوفوا شبابنا، هذا كلاينت سايد، أي شي المستخدم يشوفه هذا كلاينت سايد. تمام، أي شي المستخدم يشوفه يضغط عليه هاي كلاينت سايد. زين السيرفر سايد وين؟ شبابنا السيرفر سايد طبعا هذا كذلك كله كلاينت سايد. شبابنا السيرفر سايد فمنعرض على أندرويد جيمز، أندرويد أبس، PC جيمز، راح يدز ريكويست للسيرفر. السيرفر راح يعالجه ويرد إليه. هذا صار هنا بهاي الحالة السيرفر سايد، يعني المعلومات اللي تتعالج وترجع لك هاي راح تكون من جانب السيرفر سايد. أما أي شي أنت تشوفه بهذا كلاينت سايد. تمام شبابنا، هسه نرجع نشرح لكم يعني وين تستعمل أكثر شي هاي اللغة، وهم برمجوا بيها أشياء مهمة. نعم شباب، PHP صمموا بها سابقا، يعني عندك حتى ب2003 أعتقد 2004 فيسبوك نفسه تصمموا به، يعني بدأ بيه PHP. عندك ويكيبيديا، طبعا ويكيبيديا أيضا صارت دق حاجات بيها. عندك ويكيبيديا، عندك ياهو الإصدار القديم قبل لا تشتري الشركة الجديدة هسه ما أتذكرها، على الورد بريس. لا، الورد بريس أشهر نظام إدارة محتوى حاليا مكتوب PHP. ياهو قلنا، والفيسبوك. يعني أنت إذا تعلمت PHP راح تقدر تبني مواقع، مدونات، متاجر إلكترونية، وحتى أنظمة كاملة لإدارة البيانات. هاي كلها راح تتعلمها منين؟ راح تتعلمها في PHP. وأنا إن شاء الله راح
يعني يعطيك أساسيات وشوية تطوير عليك يعني يراد لك ممارسة. أهم شي الممارسة. طبعا شبابنا يراد هسه نجهز بيئة العمل. ليش؟ لأن البي اتش بي عكس ال HTML. ال HTML تصفحات تقدر تترجمها مباشرة وتقول لك تعطيك الصفحة، أما البي اتش بي لا، يحتاج مترجم. فاحنا حاليا راح نشتغل على سيرفر محلي اللي هو أقزام أو أقسام أباتشي، سيرفر أباتشي. أنا حتى أوضح لكم بيه. طبعا نحتاج نوت باد بلس بلس إذا تريد تكتب الكود، أو تحتاج فيجوال كود على مود تكتب الأكواد. احنا إن شاء الله هسه أوضح لكم منين تنزلونها وخطوة خطوة بإذن الله. طبعا شباب ندخل المتصفح نكتب أقسام. هاي طبعا أباتشي فريند، هاي الموقع الرسمي. وعندك النوت باد كذلك هم موقع رسمي اكو له نوت باد بلس. هاي الموقع الرسمي مالته. وعندك الموقع الأخير اللي هو فيجوال كود. هاي الموقع مالته الرسمي. طبعا خل أوريكم تثبيت الأقزام. طبعا تقدر تختار المسار مالته أنت اللي تثبته بيه، أنت حر. ما خليت أنا هذا يعني فولدر هذا الأقزام. طبعا شباب يفضل تشتغل على الفيجوال كود. السبب يعني لأن بيه هواي اكستنشن تساعدك ببرمجة البي اتش بي. يعني يعني الفيوتشر مالته. عندك يعني المسار ما تختاره وتسوي تثبيت. انت بكيف اختار المسار، انا خليته بدي اقسام. شباب الملف الاساسي مالته اللي شلون يعني انت عندك www/html، عندك هذا ht document او ht docs اللي هو ht document. المهم هذا الملف الاساسي، المجلد الاساسي اللي من عنده راح تشتغل الملفات مالتك كلوكال هوست. هسه نشغل عندك الاباتشي نشغله، نشغل الماي سي كي ال قواعد البيانات، بقية فايل فيزر مال نقل الملفات وتومكات وميركوري أو ميرسوري. طبعا إذا ندوس ادمن راح يفتح اللوكال هوست. هاي اللوكال. هاي شباب الداشبورد. هاي الملفات الداشبورد. شوف هاي الملفات كلها هي هاي. حاليا احنا نسوي نيو فولدر ونضيف الملف اللي في المجلد اللي راح اشتغل عليه. طبعا هسه نحتاج شنو شباب قلنا لكم نعمل فيجوال كود. طبعا شباب شي مهم، الامتدادات مال الملف مال بي اتش بي تنتهي بدوت بي اتش بي. احمد بي اتش بي. شوف لازم تنتهي بدوت بي اتش بي. علي بي اتش بي. طبعا هاي رسم موجود. index دوت بي اتش بي. config دوت بي اتش بي. شرط وضروري تنكتب اذا انت تبرمج موقع بالبي اتش بي لازم تكتب دوت بي اتش بي الصيغه مالتها، الامتداد مالتها. ملفات البايثون او ادوات البايثون تنكتب مالتها مثلا تولز دوت بي صار الى بايثون. هيجي راح يقدر يترجمها يعرفوا انه هذا مبرمج بالبايثون. عندك ال HTML كذلك عندك مثلا دوت HTML الا يفهمها السيرفر. هسه قلنا ال PHP دوت PHP السيرفر راح يفهمها من خلال الامتداد مال دوت PHP انه هاي ملفات PHP فيكون قابل على ترجمتها. إذا ما كتبت الامتداد مالته فما راح يعرف السيرفر شنو يوضحها. اسوي هنا اوبن وذ كود حتى شنو نسوي هذا الدايركت مباشر مالته. yes I list thirds. طبعا نسوي نيو فولدر ونسميه مثلا index.php حتى نشرح لكم الدوال وبداية الكود شلون تكتب. طبعا يقول لي كتبت الاكستنشن مال بي اتش بي بس انا عندي ضرب بالنت كلش ما اقدر اثبت هذا انا بالشغل بعدني. فنجي نكتب سهم علامة استفهام بي اتش بي. انت هنا قاعد تعرفه تقول له انه انا راح اكتب ملف بي اتش بي. هاي استفهام طبعا لازم. انت هنا شنو ختمت
أي شي هسه ينكتب بين ذن الاثنين يعتبر PHP أو لغة أو برنامج أو أداة أو موقع أو مطور شي بلغة PHP. أي شي بالنص هذا الكود راح يكون خاص PHP. بحال كان فقط PHP هذا تقدر تشيل أخي استفهام واحد تقدر تشيله بحال فقط الكود PHP. بس إذا عدت لغات سورية فلا ضروري تخلي. طبعا راح ناخذ الإيكو اللي هو الأمر مال الطباعة. إيكو علامة القيد ما أعرف يسمونها بالضبط هاي. مثلا أحمد أي شي داخل هاي ينطبع إيكو راح يطبعها لك. حالها حال مسج بوكس بالفيجوال بيسك أو البرنت لين وغيرها. طبعا الشباب ضروري ظن النقطتين ضروري. هاي يعني نقطة منقوطة فاصلة أو ما أعرف يسمونها نقطة منقوطة من فاصلة منقوطة معناها قاعد تقول له إنه أنا خلصت الكود خلصت السطر هذا لازم تكتبه ضروري. هسه يجي هنا هذا كم مبدأ اوكي. شوف هذا أحمد طبعا أحمد طبيعي مثل ما قلنا لكم. نهاية الكود استفهام وسهم. النقطة الفاصلة المنقوطة معناها شنو أنا خلصت السطر هذا. البرنت كذلك تيجي عندك هذه الطباعة بس تكون يعني كم شلون أقل يعني أقل استعمالا PHP. أعتقد بعضهم يقولون بها تأخير. طبعا شباب أعتقد مو هاي الداش الثاني داش ان معناها قاعد تقول له اطبع له بسطر جديد لجوا بس يمكن مو هاي الداش الثاني يا اخوان. العكس اطبع لي اكس. هلا شوف طبعا شباب الداش الثانية راح تنزل سطر. هاي يا شباب بس خلي الثانية. طبعا ضيع الكيبورد نختم لازم شباب هاي النقطة مفصولة فاصلة منقوطة ضروري. طيب ايش عندنا بعد الدوام. طبعا أنا ما أكتب هواي الدوال كلها حتى أخلها للشرح القادم خطوة براحتنا. راح ناخذ var dash dam اللي هي تعرض لك نوع المتغير وقيمته. تعرض لك هاي var dash dam نوع المتغير وقيمته. شوف أي دالة أو متغير ينكتب لازم تخلي قبله علامة الدولار أو الساين دولار. لازم تخلي علامة الدولار ضروري جدا لأن كل المتغيرات تبدأ بعلامة الدولار. فالمتغير x يساوي 10 نسد القوس نسد الصدر هذا. ليش نقول له هنا var dash dam بين قوسين. طبعا هذا بين قوسين مثلا أعرف المتغير اللي قلنا ساين دولار x نسوي سيف. طبعا نسد القوس بالفاصلة المنقوطة سيف. شوفوا شباب انت اللي هي اختصار المن انتجر اللي هو معناها عدد صحيح يقعد يساوي 10. أنا بإذن الله شباب لذلني كلنا أشرح لكم إياها المتغيرات وغيرها بالشرح القادم. أنا حاليا أعطيتكم بس شوي يعني أساسيات حتى تفهمونها وتعرفون إيش راح نسوي. شبابنا إذا بدأ بسهم وعلامة الدولار العفو سهم واستفهام PHP معناها الكود كله راح يصير لأسفل. الحد الخاتمة مالته مال الاستفهام والسهم قفل الكود هذا شنو PHP. علامة الدولار والمتغير اللي جوا علامة الدولار والمتغير وراه. هنا يساوي تعرفه يقعد يساوي والسدة بيبا فاصلة منقوطة حتى شنو تعرفه. نرجع نقول var dash dam هذا شنو تعريف نوع المتغير وقيمته. بس شبابنا هذا الدرس لهذا اليوم. إن شاء الله أرجع لكم درس قادم أوضح لكم بعض المتغيرات يعني نتعلم المتغيرات أنواعها والتعليقات وكيف نجي